الوقت ده هو وقت الدعم. لكن هو في بس كام نقطة الواحد بس حابب يتكلم فيها. مشكلة إضاعة الفرص. نتكلم كتير ونقعد نتكلم كتير ونقول إضاعة الفرص، إضاعة الفرص السهلة. يعني بجد كهربا، يعني كهربا كان بادئ الموسم كويس مع النادي الأهلي، وكان بيحرز أهداف. لكن الفترة الأخيرة تحس إن في عدم تركيز للكهربا، فنتمنى يا رب إن شاء الله إن يرجع له التركيز في في ماتشين بتوع الوداد إن شاء الله. بيضيعوا لعيبه النادي الاهلي بتضيع فرص سهله جامد، يعني فقصه صعبه صراحه. يعني انت بتتكلم الماتشات دي، خصوصا الماتشات النهائيه دي بتحتاج ربع فرصه، لان الربع فرصه مش هتجيلك اساسا، لان القصه بتبقى الفرقتين متحفزين، فبيبقى الفرص بتبقى شحيحه في الماتش. وبيرسي تاو طبعا ضيع فرص كتير في الماتش ده. فنتمنى ان شاء الله التركيز من لعيبه النادي الاهلي، وتكون بس مركزه في انهاء الفرص السهله اللي بتجيلهم. حسين الشحات ما شاء الله عليه، يعني حسين الشحات ما شاء الله عليه، الفتره اللي كولر كان ركنه على الدكه عرف نقاط ضعفه ايه اللي كولر قال له عليها ولا الكلام ده كله، وركز مع الفرقه. شوف ما شاء الله حسين الشحات فين دلوقتي، ما شاء الله عليه حسين الشحات، الفورمه بتاعت العين الاماراتي. حسين الشحات ما شاء الله عليه مركز مع الفريق. الكور اللي بقت، وفي الانهاء كمان ما شاء الله عليه. حسين الشحات الكور اللي بتجيله في الانهاء بيبقى مركز فيها بفضل الله. نتمنى ان شاء الله التوفيق يعني للنادي الاهلي، ربنا يكرمه ان شاء الله. مصطفى شوبير ده ان شاء الله بعونك يا رب حارس النادي الاهلي القادم للمستقبل ان شاء الله. مصطفى شوبير انا بالنسبه لي، انا كشخصيا يعني مصطفى شوبير انا بطمن له، يعني حارس تبقى مطمن ليه وهو واقف في الجون. طبعا لسه ما عندوش خبرات، لكن ربنا يكرمه ان شاء الله والخبرات هتجيله. طبعا كنا نتمنى ان مصطفى شوبير يكون السنه دي يكون لاعبها في الدوري الممتاز عشان تزوده اكتر، ولكن هو وجوده مع الفريق هو مهم صراحه، لان زي ما انتم شايفين الشناوي مصاب، وبعد كده علي لطفي لعب الماتش اللي في الدوري واتصاب، ومصطفى شوبير لعب وجات له الفرصه. طبعا بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي اللي لعب في ماتش سيراميكا، اعتقادي الشخصي هو ده اللي هيلعب في ماتش الوداد ان شاء الله، باستثناء محمد الشناوي في حراسه المرمى، وباستثناء حمدي فتحي مكان السولية. فربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي كده، وربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله. بالنسبه للنادي الاهلي في ماتش الوداد ان شاء الله، نادي الوداد المغربي اخر 21 ماتش بالنسبه له في كل البطولات ما خسرش غير ماتش واحد، اللي هو كان ماتش سيمبا اللي اتغلب فيه في الذهاب 1-0، الذهاب دور الثمانية. بعد كده ما فاز وتعادل. فطبعا ده كل ده يعني دي من رقم كده سريع يعني. بفضل الله النادي الاهلي الحمد لله اخر خساره ليه كانت من صن داونز. الحمد لله النادي الاهلي فوز بفضل الله وكرم. النادي الاهلي حقق فوز في كل ماتشاته الحمد لله. النادي الاهلي برضو من ساعه هزيمه صن داونز ما دخلش فيه غير هدف واحد، اللي هو كان في ماتش بيراميدز في نهائي الكاس. فده كل دي ارقام سريعه كده حابين انها نقولها لحضراتكم يعني. بالنسبه لماتش الاهلي والوداد زي ما قلت لحضراتكم انه هيتلعب على تفاصيل صغيره خالص. انا من اللي انا يعني مثلا نادي الوداد وصل القاهره، مطار القاهره، وصل طبعا بنرحب بيهم طبعا في بلدهم الثاني مصر. لعيبه الوداد ده احساس انا الشخصي، بقى هتقول لي ان انت بتقول اي كلام ولا كلام، كل احساس الشخصي. لعيبه نادي الوداد مسؤولينهم، الجماهيرهم، كل المنظومه المغرب كلهم عندهم ثقه. انا شايفها ثقه زياده، هي مش ثقه ان هم بيدوا ثقه لنفسهم عشان الماتش، لا انا شايفها ثقه زياده ان هم شايفين ان هم كعبهم على النادي الاهلي، ان هم كاسبين مننا بطولتين ولسه البطوله اللي فاتت. فطبعا ده كل ده هم حاسين ان البطوله بتاعتهم، وده كل ده طبعا ايه، ده كل ده دي احاسيس، ولكن الملعب بيبقى قصه تانية. فهنشوف القصه ماشيه ازاي ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله. فهنخلي بالنا بس من التفاصيل الصغيره، ان انت تلعب ما تضيعش فرص، ان الفرصه اللي تجيلك تستغلها كويس، ان انت تحاول على قد ما تقدر ان انت تحرز اهداف ان شاء الله. نحاول ان انت تبقى الماتش مكسب ليك بعون الله عشان يفرق معاك في ماتش العوده. اتمنى ان السيناريو ماتش الرجاء يتم مع النادي الاهلي،
او النادي الاهلي والوداد، ان النادي الاهلي يجيب جون في اخر الشوط الاولاني واخر الشوط الثاني. ده كل ده ان شاء الله هيفرق مع النادي الاهلي ان شاء الله في ماتش العوده. وماتش العوده تعالى بقى، انا لما اكون كسبانك انت 2-0 مثلا ان شاء الله، انت محتاج تكسب 3، فتعالى العب، انا هكون هادي، جمهورك مالي الاستاد كل حاجه، همتص القصه في اول ربع ساعه، وهكذا الدنيا ماشيه ازاي. طبعا التذاكر بتاعت ماتش الاياب اتعرضت امبارح، خلصت كلها في ماتش في كازابلانكا طبعا. فطبعا القصه كلها، لان طبعا جماهير الوداد بتحلم طبعا انها تكسب البطوله الرابعه، زي ما ده حقها مشروع، وده زي ما النادي الاهلي طبعا بيحلم ان هو ان شاء الله يكسب البطوله ال11 وربنا يكرمه ان شاء الله ويحققها ان شاء الله. طبعا كل جماهير النادي الاهلي طبعا كانت عاشت سنه صعبه السنه اللي فاتت بالقصه اللي حصلت بالماتش بتاع اللي هو اتلعب من دور واحد، والفبركه اللي عملوها ان هو تلعب في مركب محمد الخامس عشان الوداد يلعب قدام جماهيره. فخلاص تمام، بطوله وعدت والدنيا تمام، والاهلي حد اشتكى وقال مطالبه الحمد لله، والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي كانوا سبب ان النهائي يرجع تاني ذهاب وعوده. لان بالبلدي كده افريقيا ما ينفعش فيها قصه ان انت تقول ايه النهائي من ماتش واحد، انما من ماتش واحد حدده من قبل القصه، لكن ما تسيبليش القصه تقول لي انا هلعب بنهائي واحد، وسيب القصه لحد ما الاهلي مثلا يوصل تقول له انا خلاص انا هلعبك في القاهره، الوداد هيوصل يبقى هلعبك في المغرب، صن داونز هيوصل يبقى هلعبك في يبقى النهائي في جنوب افريقيا. لا، القصه ما بتمشيش كده، القصه بتمشي بلوائح. طبعا احنا في افريقيا قصه سمك لبن تمر هندي يعني. فربنا يكرم ان شاء الله، ويكون التوفيق حليف للنادي الاهلي ان شاء الله، ونركز كده ان شاء الله. طبعا امبارح موقع تذكرتي نزلوا تذاكر على الموقع تذكرتي. طبعا الامن سمح ب20,000 متفرج للنادي الاهلي في ماتش النهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا العدد قليل قوي قليل قوي على النادي الاهلي، قليل قوي على جماهيره، قليل قوي على نهائي افريقيا، قليل قوي على دوله زي مصر. فنتمنى ان شاء الله ان العدد ده يزيد شويه، ربنا يكرم في الساعات القادمه ان شاء الله. ولكن في نقطه مهمه حابب ان انا اتكلم فيها، وعارف ان الكلام اللي انا هتكلم فيه ده هيجيب لي كلام من ناس كتير يعني. دلوقتي بالامس وانا على صفحتي انا الشخصيه، ناس على صفحتي واصدقاء ومتابعين، البوستات بتاعتهم تخيلوا بيتكلموا في ايه وبيفتخروا بايه. مش بيقول ان يفتخر ان هو جاب تذكره ماتش النهائي، لا، ده بيفتخر انه دخل على موقع تذكرتي وفضل فضح السيرفر عشان يهنج الموقع. بيفتخروا انه جاب 4 تذاكر عشان خاطر ان لما تيجي مثلا فلان يجي يخش يقول له لا ده خلاص التذاكر خلصت. طبعا هو مش هيشتري، هو بيشتري بس ال4 تذاكر، بيبقى موقع تذكرتي بيديله مده ساعه انه ينزل يدفع المبلغ عشان يفعل له القصه. حضراتكم ايوه انتوا بتقولوا ان انتوا اتاذيتوا في الماتش بتاع الرجاء، وانا ما اقدرش ان انا اتكلم في حاجه زي كده، لان دي قصه دي انا ماليش دعوه بيها، دي قصه بين الامن وبين الناس اللي حضرتك متضامن مع اخواتك اللي هم اتاذوا في ماتش الرجاء، متفق معاك وعلى دماغي من فوق. لكن اللي مش متفق معاك فيه هو ان حضرتك تعين نفسك وصي عليا، او تعين نفسك وصي على جمهور النادي الاهلي، وتقول لا محدش يروح، محدش يحضر، محدش مش عارف. مش بتاعتك دي يا حبيبي، انت ما انتش عايز تروح وليك راي، وصر على رايك وما تروحش، وده احسن، وانت شايف ان ده احسن لك وافضل لك، خليك على رايك. لكن ما ينفعش ان انت تقول انا مانيش رايح يبقى انت ما انتش هتروح. لا، انت بتجبرني ليه؟ انت ليك وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر. انا عايز اروح اشجع فرقتي، عايز اروح اتبسط واتفرج على الفرقه، عايز اروح اتفرج في الاستاد، انا حر. مش عايز ان انا انزل خالص واتفرج في بيتي، انا حر. عايز انزل على القهوه، انا حر. عايز اروح عند اي حد، انا حر. لكن تجبرني ليه وتعمل نفسك وصي عليا؟ والمشكله كمان يا جماعه انهم يعني عشرينات شباب، 20 سنه واقل من كده، انت بتجبر مين عينك نفسك واسع على جمهور الاهلي يا ابني؟ تمام. ولازم انا من وجهه نظري حل القصه دي كلها. طبعا في مشكله في الكلام ده كله، الاداره لازم تحل المشكله اللي بين الامن وبين الجمهور. لازم في مشكله زي دي مجلس اداره النادي الاهلي يقعد مع الامن يشوف طلبات الامن ايه عشان تتنفذ.
والامن طلباته واضحه، ما تدخلش السياسه في الكوره، ما تتكلمش انت راح تشجع فرقتك بس. فالامن قصته واضحه. دي بالنسبه لمساله الحضور الجماهيري. على مجلس الاداره انه يعمل زي مثلا، انا مش هنروح لبعيد، دول الخليج معينه رئيس رابطه مثلا او شخص بيقبض من النادي عشان دي مهمته خالص، ان هو يشجع الفريق، يبقى ماسك المدرج ويشجع الفريق. دي لان طبعا المدرج دلوقتي لما الناس بتيجي تروح بيبقى ده في وادي وده في وادي، المدرج ده في وادي، المدرج ده في وادي، تلاقي القصه مشتته. تعال بقى على النقيض، شوف المسؤولين في المغرب عملوا ايه. المسؤولين في المغرب كان في جزء امامي كده في مركب محمد الخامس، لما احنا بنتفرج على التلفزيون، الجزء ده كان ما بيبقاش فيه جمهور، حوالي 20,000 متفرج، يعني الجزء ده حوالي 20. الجزء ده كان فيه اصلاحات، المسؤولين في المغرب صلحوا الاصلاحات دي، والجهاز هيبقى بسعته الكامله للنادي الوداد المغربي في ماتش العوده بتاع نهائي افريقيا. ده فرقه مسؤولين بيسعوا ان النادي بتاعهم يكسب البطوله، ومسؤولين ليهم قصص تانية. نتمنى ان شاء الله ان القصه تتحل في الساعات القادمه، وال20,000 دول يزيدوا ان شاء الله. بالنسبه بقى لماتش الاهلي والوداد، المواجهات المباشره ما بين الفرقتين، 9 مواجهات خلال السنوات الماضيه. النادي الاهلي كسب 4، الوداد كسب 3، وتعادلوا في ماتشين. التعادلين بتوع الماتشين دول كانوا في استاد القاهره، منهم ذهاب بطوله افريقيا النهائي في افريقيا اللي الوداد كسبه، اللي هو كان هنا 1-1، ومنهم كان في ماتش تاني في البطوله اللي قبليه كان التعادل سلبي. تعالى بقى نتكلم بقى في جزئيه ايه، مثلا الوداد المغربي اللي النادي الاهلي كسب في الاربع ماتشات اللي النادي الاهلي كسبهم، كسب ماتشين في مركب محمد الخامس. طبعا دي جزئيه مهمه. نادي الوداد المغربي، عشان بس الناس اللي فرحانه او الناس اللي بتقول الوداد احسن من صن داونز، نادي الوداد المغربي عنده 3 دوري ابطال افريقيا، منهم 2 كسبانهم من النادي الاهلي، ومنهم بطوله بتاعت السنه اللي فاتت. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تكون حاطه في دماغها النهائي بتاع العام الماضي، والقصه اللي حصلت واختيار محمد الخامس، والقصه اللي دورت كلها، مش هنرجع طبعا نتكلم في اللي فات. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تكون حاطه في امامها الماتش اللي فات، وربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله. والماتش دلوقتي لازم الكل يبقى فاهم ان نهائي افريقيا كان بقاله فتره بيتلعب، يعني بيتلعب بطولتين، بيتلعب 3 بطولات من ماتش واحد، رجع الماتش ذهاب وعوده بسبب النادي الاهلي اصر على رايه. وهو طبعا النادي الاهلي لعب، بس النادي الاهلي حط شكواه لحد ما الاتحاد الافريقي رجع في كلامه، وخلى النهائي بعد كده ذهاب وعوده. نتمنى ان شاء الله التركيز للاعيبه النادي الاهلي. الاهلي والوداد الفرقتين اتغلبوا في الماتش الاولاني ليهم في دوري ابطال افريقيا في المجموعه. طبعا هو كان الماتش الثاني ليهم، الوداد اتغلب من شبيبه القبائل 1-0، والنادي الاهلي اتغلب من الهلال 1-0 في السودان. الفرقتين وصلوا النهائي. على النقيض صن داونز ما خسرتش ماتش، ما وصلتش النهائي. ده يدلنا لايه؟ ان مش احسن فرقه بتلعب كوره هي اللي لازم تاخد البطوله. لا، البطوله ليها ابعاد تانية، ليها خبرات، ليها تركيز، ليها ناسها، ليها حاجات كتير. فنتمنى ان شاء الله التركيز من لعيبه النادي الاهلي يعني ان شاء الله، لان النادي الوداد من الانديه الكبيره في المغرب، والانديه اللي بنت نفسها خلال الكام سنه الماضيه، ما كانش ليها تواجد على المستوى القاري، لكن رئيس النادي بتاعهم وهو الفرقه نفسها وجمهورهم بقوا موجودين على الساحه الافريقيه، وطبعا ده شيء هم يشكروا عليه. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، ويكونوا مركزين في ماتش الذهاب والعوده ان شاء الله. بالنسبه نادي الوداد في المركز الثاني في الدوري المغربي بفارق نقطه. الجيش المغربي بيفرق عنه نقطه في الدوري المغربي، وفاضل 4 أسابيع. فطبعا الحمد لله، والنادي الاهلي هنا متصدر الدوري الحمد لله، وفي ليه 4 ماتشات مؤجله. النادي الاهلي بيحتاج 5 ماتشات فقط
من العشر ماتشات اللي فاضل له عشان يحرز بطوله اللقب الدوري ان شاء الله الغائب عنه من سنتين. نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله، وكل اللعيبه مركزه، لان الماتش بتاع الذهاب ده انت محتاج تكسب، ولو زي ما بيقولوا ايه، بنص فرصه، بربع فرصه، بنص هدف، بس اهم حاجه ما يجيش فيك جول، لان القصه هتبقى صعبه لو احرزوا فيك جول. نادي الوداد المغربي خطورته في الكور العرضيه والضربات الثابته والكورنرات، نخلي بالنا كويس قوي من القصه دي لانهم بيلعبوها كويس. نادي الوداد المغربي احسن ماتش لعبه في دوري ابطال افريقيا السنه دي كان ماتش صن داونز، وانا اتفرجت عليه. الماتش، شفت ماتش الذهاب وشفت ماتش العوده. ماتش الذهاب كنت مش عايز اقول لكم، انا كنت بنام وانا بتفرج على الماتش من كتر ما صن داونز نايم الماتش، وصن داونز كان حب يلعب ان هو ايه، انا بلعب، انا بقفل اللعب واضيع وقت وهلاعبكم هناك وهكسب. طبعا اتقلبت الايه عليهم في ماتش العوده. نادي الوداد المغربي احسن ماتش لعبه كان ماتش العوده، كان مركزين في ماتش العوده وجابوا الهدفين بتوعهم من كور ثابته، ورغم تقدم صن داونز 1-0 لكن الوداد ما تاثرش وقدر يرجع في الماتش على طول، وقدر انه يتعادل، وقدر ان هو بعد ما صن داونز جاب التقدم 2-1 قدر ان هو برده الوداد يقدر ان هو يرجع. فنركز قوي عشان نادي الوداد هيلعب على الكور زي دي، نادي الوداد هيلعب على تضييع وقت، نادي الوداد هيلعب على انه عنده ماتش العوده في مركب محمد الخامس وجمهور عنده جمهوره يحرك الصخر. نادي الوداد هيلعب على كل التفاصيل دي كلها. نادي الوداد بقى اللي مطمني بقى ده كله ان جمهوره ولاعيبتهم عندهم ثقه ممكن توصل لمرحله الغرور ان البطوله في جيبهم. طبعا الكلام ده مش صح. نادي الاهلي ان شاء الله هيعوض ان شاء الله الهزيمه بتاعته بتاعت السنه اللي فاتت وهيكسب ان شاء الله، بس نلعب على تفاصيل صغيره ونركز. وانا من وجهه نظري يعني انا طبعا كان بيلعب محمود متولي في ماتش سيراميكا، انا اتمنى ان ياسر ابراهيم اللي يلعب. محمود متولي الفتره دي من بعد الاصابه مش احسن حاجه، فربنا يكرم ان شاء الله. هو كولر عارف كويس قوي هو بيعمل ايه ومركز في ايه. نقطه اخيره بس حابب ان اتكلم فيها في نقطه ماتش سيراميكا، هي ان كولر اتسال في المؤتمر الصحفي على ايمن اشرف، كان رده ايه؟ كان رده بيقول لك انا على مستوى الشخصي انا بحب ايمن اشرف، لكن ككوره وكشغل هو رقم 5 عندي، انا ما ينفعش ان انا العبه وهو رقم 5 عندي، في حاجات امور فنيه لا مش موجوده عنده. ده ندل على شيء ان كولر اهم حاجه عنده مصلحته ومصلحه الفرقه. فالكلام الكتير بقى ان ايمن اشرف فين هي قصه كلها هو كولر شايف القصه ماشيه ازاي. كولر اتكلم على اضاعه الفرص اللي الناس لما الواحد بيتكلم عليها بيقعدوا يتكلموا يقولوا لي انت يا عم بتتكلم ازاي ليه دلوقتي، احنا بندعم ومش عارف ايه. كولر اتكلم في الجزئيه دي وقال لك المشكله دي من بدايه الموسم، وطبعا زي ما قلت لكم كولر ماشي الموسم بالمتاح. السنه اللي جايه مش هيرضى بالكلام ده، السنه اللي جايه مش هيرضى ان صفقاته اللي هو حددها لازم تيجي ان شاء الله. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، نتمنى التركيز. نقطه اخيره حابب ان انا اتكلم فيها، طريقه لعب النادي الاهلي انه بيجمع لعب ويلعب مثلا كور طويله، ان بيرسيتاوي يقطع، حسين الشحات يقطع، حمدي فتحي، الكلام ده كله مش هتلاقيه في ماتش الوداد المغربي هيلعبك زي نادي الجيش، هيكون مؤخر دفاعه في منطقه جزائه. وطبعا النادي الاهلي طبعا في ماتش الجيش ما كانش بيلعب الاساسيين، كان بيلعب بالتضنيه، كان بيريح اللعيبه. لكن النادي الاهلي ما قدرش انه يعمل خطوره في الماتش ده، كان اسوأ ماتش للنادي الاهلي في الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا، لان النادي طلع الجيش وعماد النحاس كانوا قاريين النادي الاهلي وكانوا بيلعبوا دفاع منطقه، فما كانش في مساحات، بالبلدي ما كانوش بياكلوا الطعم بتاع كولر ولاعيبه النادي الاهلي. فنركز قوي كويس قوي ويكون لكولر خطط بديله لما يكون في تكتل دفاعي. فربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، والبطوله ال11 ربنا يكرمه بيها ان شاء الله. بالنسبه للانتقالات، في زي ما بيقولوا الصيف بيجي والكلام بيكتر والصحفيين بتكتر بقى في الكلام الانتقالات والقصص، في حوارات كتيره في حوار الانتقالات. بالنسبه اللي طبعا ان ميسي مثلا، ميسي الناس كلها بتتكلم دلوقتي ان ميسي عرض من الهلال السعودي وهيروح الهلال السعودي.
طبعا الحاجات دي ما بقاش الواحد ما بقاش يستغرب عليها. رونالدو خلاص في النصر السعودي، الدوري السعودي رايح في سكه ثانيه، راح في سكه ثانيه. يعني ما تستغربش ان ميسي تلاقي في الهلال، ما تلاقي راموس بيلعب في الدوري السعودي، تلاقي اي فرق، اي لعيب من اللعيبه التوب ليفل دي تلعب في الدوري السعودي. لا عادي القصه دي، لان طبعا السعوديه ليها ابعاد ثانيه، ليها ابعاد سياحيه، ابعاد ان هم عايزين ينظموا كاس العالم 2030، ليها قصص ثانيه. فطبعا الاخبار كلها متداوله للهلال لميسي خلاص هو اخر سنه ليه في باريس، هو ميسي مش هيكمل في باريس، في مشاكل بينه وبين الجماهير وبين الاداره، هو مش مرتاح. فالقصه طبعا كلها بينه وبين ميسي وبين الصيف ميسي هيكون في فريق تاني. كلام الناس قالت ان برشلونه، الناس قالت الهلال، الناس قالت فهم دول الفرقتين اللي بيتكلموا عنهم. لكن برشلونه ما قدمش عرض لميسي، اللي قدم عرض لميسي هو الهلال السعودي. بالمناسبه الهلال السعودي اجاله مشي خلاص اخر عقده، فده ممكن ياكد ان ميسي جاي، لانهم عندهم عدد محترفين معين، فاجاله مشي، فممكن يكون ميسي هو الخيار القادم يعني للنادي الهلال السعودي. طبعا صفقه زي دي هتنقل السعوديه وهتنقل الدوري السعودي في قصه ثانيه. ده النصر السعودي لما اشترى كريستيانو، الدول الاوروبيه اشترت ماتشات النصر السعودي، ما بالك بقى ان انت ترجع تاني قصه ما بين ميسي وما بين رونالدو، لكن في الدوري السعودي. الدوري السعودي كله هيتشاف، ان اوروبا كلها هتشتريه، العالم كله هيشتريه. وطبعا السعوديه دلوقتي والقائمين عليها ما بيدفعوش فلوس وخلاص، الفلوس اللي بيدفعوها هم عارفين ان هيجيبوها تاني. طبعا الكلام بيتكلموا ان عقد ميسي هيكون بمليار 200 مليون يورو، رقم انا مش عارف اقوله اساسا، يعني رقم فلكي. تعالى بقى احنا بنتكلم على الهلال والنصر. اتحاد جده، كريم بنزيما بعد ما كان هو الحكومه زي ما بيقولوا، ولا هو ريال مدريد، كان الكلام ان هيتجدد له سنه لكريم بنزيما. دلوقتي الكلام اتغير، كريم بنزيما وصل له عرض من الاتحاد جده ب 200 مليون يورو وشامله الضرايب، يعني 200 مليون يورو صافي في السنه الواحده، 100 مليون يورو، عرض طبعا ما يترفضش. فكريم بنزيما احتمال كبير ان هو يروح الدوري السعودي هو كمان. كان فيرمينيو كانوا بيتكلموا انه هيبقى بديل هيبقى يجي احتياطي لكريم بنزيما بعد ما طبعا ما جددش عقده مع ليفربول. وكان من ضمنهم ان كلامهم ان فيرمينيو مثلا لعيب كوره حريف كبير في السن، لو جيت قلت له اقعد على الدكه بالكريم بنزيما مش هيعمل مشاكل، لان هو كده كان بيبقى قاعد دكه في ليفربول، فما عندوش مشكله. نيجي هو بيتكلموا انه هيبقى فيرمينيو، فهل هو فيرمينيو هيجي ولا لا؟ والكلام كتير كمان ان بعد ما بنزيما غير بوصلته وعايز يروح للدوري السعودي، الكلام على دلوقتي لريال مدريد على لوتارو مارتينيز لاعب الانتر، لكن مش عارف هل القصه دي هتتم ولا لا. والكلام كمان على جوليانو الفاريز بتاع مانشستر سيتي، لان طبعا هم عايزين بيستغلوا قصه ان هو انت ما بتلعبش مانشستر سيتي، هالاند اساسي عليك وانت تستحق ان انت تلعب اساسي، وجيت له الحق الفاريز يستحق انه يلعب اساسي، يستحق انه يلعب في فرقه كبيره، هو طبعا بيلعب في فرقه كبيره، بس هي القصه كلها انه يلعب اساسي. هالاند طبعا واكل الجو منه، لكن هو يستحق انه يلعب في فرقه ثانيه. فهنشوف الانتقالات دي هتمشي على ايه. القصه كلها طبعا هبوط ليستر سيتي هيخلي القصه رايحه في حاجات ثانيه. يعني جيمي فاردي مثلا هيبقى عليه مزاد، ده طبعا هو سن كبير انا ما بتكلمش، بس عليه مزاد مثلا من انديه الدوري الانجليزي، سواء كان بقى من اول الاولاني لحد السادس، يعني مش هيخرج عن كده يعني، سواء كان توتنهام اي كان من الفرق دي. ماديسون في برضه في ليستر، بارنز في ليستر، كل ده هيبقى فيه كلام عليهم في الصيف. بالنسبه لنيمار اخبار كتيره تداولت انه عايز يروح مانشستر، ان في عرض لمانشستر يونايتد، وان تين هاج بيقول لك انا عايزه وهطلع منه احسن حاجه. طبعا الكلام ده كله انا بشجع مانشستر يونايتد، لكن نيمار ما بيلعبش كوره. نيمار من ساعه ما مشي من برشلونه عشان خاطر قال لك انا مش عايز ابقى في ظل ميسي، ما لعبش كوره. نيمار من ساعه ما مشي وهو عمال مقضيها حفلات، مقضيها يتصاب، مقضيها لما يبقى عيد ميلاد اخته ياخد انذار او عشان خاطر يروح يحفظها له، فما بيلعبش كوره.
فانا من وجهه نظري دي الفرصه الاخيره لنيمار لو كان عايز يلعب كوره او عايز لان مانشستر يونايتد وجمهورها مش هيديله المساحه دي. فنتمنى ان نيمار، ان موهبه زي نيمار دي يفرق معاه، وخصوصا ان نيمار محتاج انه يلعب في فرقه زي مانشستر يونايتد ويلعب كوره كتير، لان ده لان اخر كاس عالم دي هيبقى هو ده اللي هو اللي جاي. تمام. فدي اخر فرصه ليه واخر فرصه للبرازيل اساسا. فهنشوف القصه ماشيه ازاي. واتمنى طبعا ان يكون الموضوع الحلقه يكون عجبكم ان شاء الله. ولو كانت عجبتكم الحلقه ما تنساش تدوس لايك وتدعمني ولو ما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.